اول امبارح كنت قاعد مع صديق ليا وكان بيحكي لي ان هو عنده مشكله في شارب اللينس بتاعه، وقال لي كمان ان هو راح لمصور معروف نوعا ما علشان يحل له المشكله دي ويساله على حل المشكله. فقام بقى المصور قال له ايه؟ قال له وانت بتصور ابقى ضيق فتحه العدسه، عشان كل ما ضيقت فتحه العدسه الشرب بتاع الصوره بيزيد. وبصراحه الجمله دي اتكررت الفتره اللي فاتت كتير قوي، وانا يعني اللي عرفت منكم هيعرف ان انا ما بعديش حاجه كده. فطبعا في الاخر احنا عايزين نعرف حقيقه الموضوع. انا الحقيقه ما اعرفش، بس عايز اعرف. بصراحه انا عارف، بس الاكيد ان انت كمان عايز تعرف. فايه رايك نعرف مع بعض؟ ازيك يا فنان، اهلا بيك في فيديو جديد مع ابو زيد. بس قبل ما نروح نعرف لازم اقول لك هنعرف ازاي. باختصار خالص احنا هنروح نجرب، والتجربه خير دليل، والميه تكدب الغطاس، صح ولا ايه؟ وهنشوف اذا كان الكلام ده صح ولا. انا هاخد 3 صور دلوقتي لنفسي بالاضاءه اللي معايا على 3 فتحات عدسات مختلفه. اولهم ال 2.8 اللي هي اوسع فتحه عدسه في عدستي، اللي هي تمرين 17-28. والصوره الثانيه هعمل فتحه العدسه على اف 8، وفي الصوره الثالثه هعمل فتحه العدسه على اف 16. وعلى حد كلامهم المفروض ان اف 16 تكون اكتر فتحه عدسه الصوره عندها شارب. وزي ما انت شايف كده انا حطيت ال3 صور جنب بعض علشان برضو الفروق توضح بشكل اكبر، واخترت مكان يكون شارب او الشارب باين فيه علشان الفروق تظهر بشكل اكبر، زي شنب سليم الانصاري بتاعي ده. لو بصيت على اول صوره اللي هي f2.8 هتلاقي الشعر بتاع الشنب باين جدا وشارب جدا، ولكن شعر الدقن اللي هو جنب الشنب على طول تقريبا بنص سنتي معزول اوت اوف فوكس، مجال الفوكس مش جايبه علشان الديبس اوف فيلد هنا قليل جدا، مجال الفوكس قليل جدا، وده هنوضحه كمان شويه. في الصوره الثانيه بتاعت الاف 8 الصوره كريسب جدا، شارب جدا، كل حاجه ان فوكس تقريبا، يعني مفيش اي حاجه اوت اوف فوكس انا شايفها بعيني، والشارب حتى اعلى من ال 2.8. ودلوقتي بقى حانت ساعه الحقيقه. الصوره الثالثه اللي معانا اللي هي اف 16، زي ما انت شايف كده شعر الشنب سوفت شويه، مش كريسب، مش باين ان هو شارب زي الصورتين الباقيين، وخصوصا الاف 8 لان هي اكتر صوره شارب فيهم. الصوره كلها ان فوكس كده كده، ولكن شعر الشنب نفسه مش كريسب، مش باين ان هو شارب. فاذا مش كل ما تضايق فتحه العدسه الصوره هتبقى شارب اكتر، بالعكس زي ما انت شايف قدامك الاف 16 اكتر صوره سوفت فيهم واكتر صوره مش شارب فيهم. وده يرجع لحاجه اسمها الديفراكشن اللي بيحصل في العدسات عند الارقام الكبيره. فده طبعا هنبقى نخصص له حلقه مخصصه بعدين، ولكن احنا النهارده يعني بفضل الله اثبتنا بطلان النظريه بتاعت كل ما تضايق فتحه العدسه الشرب هيزيد. انا اصريت ان انا اعمل الفيديو ده لما لقيت اكتر من حد بيستخدم اف 11 واف 16 في ظروف لا تحتمل فتحه العدسات دي. يعني مثلا مش مثلا بيصور بيوتي او بيصور كوميرشال، فهو عايز اكبر قدر من مجال الفوكس يعني اكبر ديبس اوف فيلد موجود علشان ما يجيش حاجه اوت فوكس ويضيع له تفاصيل في الصوره، لكن بيستخدموهم بحجه ان ده بيطلع لي الشارب اكتر مش مجال فوكس اكبر. طبعا الصور دي كلها الشارب النيتف بتاع الكاميرا، يمكن مع بعض البيكتشر كنترول من الكاميرا برضو، لكن ما فيهاش اي تدخل في الشارب في الفوتوشوب. وطبعا الصور انا صورتها على السريع لنفسي لان انا ما حبيتش ان انا اعطل الفيديو ان انا انزل مخصوص اصور حاجات بره او الدور او اندور، حاجات يعني معينه احترافيه علشان ما نضيعش وقت، ولكن كده كده الرساله وصلت او المغزى بتاع الصور وصل. وزي ما انت شايف الموضوع ده مش موجود نهائي، فمش كل حاجه تتقال لك الله يكرمك تصدقها حتى لو مصور معروف. انت عندك عقل وعندك نت وعندك جوجل وعندك ابو زيد، فبالتالي تقدر تروح تسرش على اي حاجه انت شاكك فيها وتشوف راي الناس الاجانب والعرب. تعال لي بقى كده عشان اشرح لك الموضوع اصلا بدايته منين والموضوع حقيقته ايه. علميا انت كل ما تضايق فتحه العدسه بتزود الدبس اوف فيلد او بتكبر المجال بتاع الفوكس، ان الكاميرا هتاخد فوكس في منطقه اكبر في الصوره. فبالتالي ده بيديك مساحة ان والله لو انت بتصور مثلا شخص فالعين والمناخير وكل ابعاد الوش تكون ان فوكس. يمكن هو ده السبب اللي خلى الناس تقريبا يبقى عندها لبس في الموضوع دوت وتقول ان كل ما تضايق فتحة العدسة الصورة بتطلع شارب اكتر، لكن الموضوع زي ما انا حكيته لك كده مش اكتر ولا اقل. طيب انت دلوقتي عايز تاخد اكبر شارب من اللينس بتاعتك، تعمل ايه؟ احنا عندنا في العدسات بتاعتنا حاجة اسمها سويت سبوت. سويت سبوت هو ده الرقم فتحة العدسة اللي بيبقى العدسة بتاعتك عنده اكتر شارب ممكن.
والرقم ده او الرينج ده لان هو ساعات بيبقى رينج، يعني بيبقى 3 فتحات مثلا ورا بعض، انت يا اما بتجربه يا اما الشركه بتنزله لك اصلا في معلومات العدسه، او بتروح لموقع ثيرد بارت زي ريدت او المواقع اللي هي بتعمل ريفيوز للعدسات علشان هم يقولوا لك السويت سبوت بتاعت العدسه بتاعتك. فهو عباره عن رقم، هو اي نعم بيبقى مش اوسع فتحه عدسه غالبا في العدسه، لكن هو بيبقى رقم واحد او 3 ارقام ورا بعض او حاجه بسيطه جدا. لكن فكره الكونسبت بتاع ان انا كل ما اضيق فتحه العدسه كل ما هتديني شرب اكتر، الكونسبت ده نفسه غير صحيح. فيا اما انت بس بتكبر المجال بتاع الدبس اوف فيلد فبتخلي المنطقه الان فوكس اكبر، يا اما هي سويت سبوت. لكن مش معنى كده ان انا لو عملت اف 22 هيبقى اكتر شرب بكتير من 2.8. الكلام ده كلام غير صحيح. والى لقاء جديد مع ابو زيد.